النهارده جيت لكم في مقارنة ما بين فيلم فلوس المصري وفيلم فلوس الأجنبي. فيلم فلوس المصري اتطرح يوم 24 ديسمبر سنة 2019. فيلم فلوس الأجنبي تم طرحه يوم 20 مارس سنة 2019. الاتنين في نفس المدة. بس تامر حسني رد على الكلام ده كله وقال: ده فيلمي انا اللي كاتب القصه وسيناريو حوار الاستاذ محمد عبد المعطي، واحنا تعبانين فيها بقالنا سنين يعني. تمام، ماشي يا عم. يعني تصور ربع الفيلم على الأقل في سنة 2017، وبعدين وقفت تصوير لأن أنت بتقول شغال عليه بقالك سنين، ورجعت تاني تصور أو رحت صورت فيلم تاني اللي هو فيلم البدلة. يعني المفروض على الأقل إن يكون نفس الجسم ونفس الشكل. طب بص معايا على الصورة دي كده، الصورة دي من فيلم 2017. تعالوا بقى نبص على الفيلم بتاعنا في السنة بتاعتنا 2019، هنشوف إن الجسم كله اتغير. ولو رحنا برضو ل 2018 هنلاقي الصورة دي، وده بيدل على ان العمل بدأ فيه بعد الفيلم اللي عمله اللي هو فيلم البدلة. يعني الفيلم